مساء الخير، أجدد الترحيب بحضراتكم. مؤتمر دولي لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. وزراء أوقاف وعلماء من 70 دولة طالبوا بإقامة تكتل عربي وإسلامي وعالمي جديد لمواجهة الإرهاب. الوفود المشاركة بالمؤتمر حددت أسباب التطرف وكذا طرق علاجه وتوصيات عدة لمحاربة الإرهاب، أهمها التوسع في مجال ثقافة الطفل، تجفيف منابع التطرف بالجامعات، تعميق الجسور والتواصل والتعاون بين الأزهر ووزارات الأوقاف والتربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى وزارات الثقافة والشباب والرياضة ودار الإفتاء المصرية. المؤتمر لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وأسباب التطرف ليست باكتشاف والتوصيات ليست بالجديدة، لكن لازالت المشكلة باقية وقائمة، والإرهابيون في تزايد وهجماتهم في تزايد. إذن دعوات عدة أطلقها رئيس الجمهورية أيضا في أوقات سابقة السيد عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، وتحركات من المؤسسات الدينية لتحقيق ذلك. أسباب التطرف، وهل توصل العلماء بالفعل لتعريف مفهوم جديد حول تجديد الخطاب الديني؟ كل هذه الملفات أناقشها هذه الليلة مع ضيوفي الأفاضل في الاستوديو. أرحب بالسادة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، كما أرحب بالأستاذ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو اللجنة التنسيقية لمؤتمر الأوقاف الدولي والمستشار الديني. وأرحب أيضا بالدكتور علي مبروك الباحث وأستاذ الفلسفة الإسلامية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. دعونا نشاهد بداية توصيات المؤتمر وما خرج به، ثم نبدأ نقاشنا. التأكيد على قصر الخطابة والدعوة والفتوى على أهل العلم المتخصصين دون سواهم، وقصر الخطبة على المسجد الجامع دون الزوايا والمصليات، ودعم موضوع الخطبة الموحدة. ثانيا، العمل على تجفيف منابع التطرف بالجامعات، وذلك من خلال منع تجنيد الشباب عن طريق حوارات علمية عن الإسلام وروحه السمحة تتسم بالواقعية والموضوعية والعقلانية، وبما يمس القضايا العصرية مسا واقعيا. كان هذا جزء من كلمة الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، وذلك حين إعلانه توصيات المؤتمر ال25 لتجديد الخطاب الديني، وكان ذلك في مدينة الأقصر قبل 3 أيام. أبدأ مع حضرتك أستاذ عبد الغني فيما يتعلق بتحديد المفاهيم. بداية دعنا نتحدث، هل توصلتم إلى تحديد وتعريف لماهية تجديد الخطاب الديني؟ ما هو مفهوم تجديد الخطاب الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. في الحقيقة يمكن قبل ما أبدأ في الموضوع أنا أود أن احنا نبدأ بمقدمة في غاية الأهمية، وهي أنه لما أتى إلينا الغرب وصنعوا حملات كان شعارها الصليب وقالوا عنها أنها حملات صليبية، نحن لم نقول أبدا على الغرب أنه قد أجرمت المسيحية، وأن هناك دولة في المنطقة تقوم باعتداءات كل يوم على إخواننا في فلسطين، ومع ذلك لم نقول في يوم من الأيام أن الديانة اليهودية أو أن اليهودية دعت إلى هذا الإجرام. لذلك فقضية أن نكون في موقف الدفاع عن الدين الإسلامي أو أي من الأديان السماوية، نحن أساسا مرحومون والله سبحانه وتعالى يحافظ علينا، وهذا فحوى مهمة جدا للبدء في أي موضوع. نحن الذي يحافظ علينا هو الدين ولسنا نحن. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن نحن الزنز وإن له، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحافظ على دينه. لذلك الدين الإسلامي لم يكن في وقت من الأوقات في محل أننا نود أن نفعل كذا وكذا، ولكن نحن نعني بالأساس ما يتعلق بالمفاهيم، ما يتعلق بفهم الناس للإسلام. الفهم هو الذي يتغير، ولكن سيظل الدين الإسلامي ما بقيت البشرية محفوظا بحفظ المولى سبحانه وتعالى له. بإذن الله. عن المفهوم سيد عبد الغني، إلى مسألة المفهوم، يعني ليس جديدا أن نحدد مفهوم مسألة تجديد الخطاب الديني، مصطلح تجديد الخطاب الديني. إذا كنا قد اتفقنا على فكرة تحديد هذا المصطلح، ليس جديدا أن نتحدث في هذا الموضوع. وإن كنت أنا شخصيا أرى
أن موضوع تجديد الخطاب الديني المقصود به حقيقة هو أن يحل خطاب الإسلام الحقيقي العلمي محل خطاب الجماعات الإسلامية. الخطاب الذي نتداوله الآن والموضوعات التي نتحدث فيها الآن هي موضوعات وخطابات جماعات الإسلام السياسي، وليست خطاب الإسلام. خطاب الإسلام الذي يدعو إلى الرحمة، أستاذنا الدكتور أحمد يعرف أننا أول حديث نتعلمه في الأزهر في المرحلة الابتدائية هو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في وقصدوا بهذا الحديث التي تتكرر فيه الرحمة بأشكال مختلفة في الحديث، فأول حديث نتحدث فيه عن الرحمة. وهذا يشير في إشارة مهمة جدا إلى فكرة البناء القيمي والبناء الأخلاقي والبناء السلوكي في الإسلام. ولكن ما خرج علينا في بدايات هذا العصر من جماعات ادعت زورا وبهتانا أنها تنتمي إلى الإسلام وروجت بإمكانيات لهذه الأفكار، بل الأدهى من ذلك أنها احتلت مساحة الفضاء، كل شبكة المعلومات الدولية، المعلومات المتاحة إليها أكثر من 96% هذه المعلومات هي المسؤولة عنها. فأنا أحدد الموضوع أننا نود أن ما نفعله هو أن يحل خطاب الإسلام السمح الحقيقي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محل خطابات جماعة الإسلام التي تدعي زورا. يعني إذا عدت سؤالي بصيغة أبسط، إنه ما هو مفهوم تجديد الخطاب الديني؟ تعريفك هو أن يحل خطاب الإسلام الحقيقي محل الإسلام الذي تروج له الجماعات الإسلامية السياسية. طيب، إذا الدكتور أحمد كريمة، هذا ليس أول لقاء يجمعنا بفضيلتك لنقاش هذا الموضوع، ولك وجهة نظر بأنه تغيير الخطاب وتجديد الخطاب يجب أن يكون في الأصول، في أصول الأشياء وبآليات غير المتبعة حاليا. أفسح لك المجال أمام التعريف اللي سمعناه من السيد عبد الغني، هل ترى بأنه الآليات المتبعة كفيلة بإعطاء هذا التعريف، وهو أن يحل الخطاب الإسلامي الحقيقي بدلا من خطاب الجماعات المتطرفة؟ أشكرك بادئ ذي بدء على العمق في تناول هذا الأمر، وأثمن قول صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الغني هندي، وأتفق معه تماما في أن تجديد الخطاب الديني أي واقعية الإسلام وموضوعيته. ولذلك الشأن الإسلامي فيما يتصل بالخطاب الديني في واقعيته ومعالجات لمفاهيم مغلوطة ومداواة لأفكار خاطئة يحتاج بادئ ذي بدء إلى أناس قال الله عنهم في سورة الأحزاب في القرآن المجيد: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الحق جل وعلا في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا في عجالة وجازة يعني لي شرف أن صدر لي كتابان، كتاب قضية الخطاب الديني، هذا يوزع في الإمارات، وأنا لم أرتزق منه مالا حتى لا يساء للفهم من البعض، ودار قومية شهيرة في مصر الخطاب الديني المعاصر. رغم أن وزارة الأوقاف حجبت بحثين لي في المؤتمر الأخير في الأقصر، لأنني تناولت بالنقد الصريح العملية التعليمية الأزهرية واهتزاز الدعوة المسجدية، لكن هذا أمر نشكوهم فيه إلى الله. لكن دعيني طبعا سنقف يعني أكيد عند هذا المنع، ولأنه حيكون بصلب نقاشنا على ما أعتقد. بس أنا حضرتك سأشير إلى الأدوات اللي أنت يعني سألتني عنها، لأن أنا ملاحظ أن في المؤسسات الإسلامية الرسمية ثرثرة، كما قالت العرب في الحكم: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. يعني صوت الآلات التي تطحن هي صوت لكن لا تخرج طحين، ما عدا دار الإفتاء المصري. أنا أستثني من جودة العمل الجاد الموضوعي في مصر دار الإفتاء المصرية فقط، هي ناجحة محليا ودوليا. المهم، الأدوات سيدتي الكريمة ومشاهدي الكرام، أولا إصلاح عملية تعليمية دينية تخصصية، لأنها المنتج الرئيسي والأول في أننا إما أن نقدم فهما صحيحا للإسلام أو فهما مغلوطا عن الإسلام. نمرة 2، الدعوة المسجدية
لأن فيها تراجع وانحدار وتراجع إلى الخلف بصورة بشعة غير معهودة. إعلام ديني تخصصي، فعلى مدار 40 سنة الفكر السلفي والفكر الشيعي على الفضاء الواسع دخلوا جميع البيوت حتى هذه اللحظة، مع عجز إنشاء قناة واحدة للأزهر الشريف. تقريب بين مذاهب علمية، لأن المذاهب العلمية التي كانت إلى عهد قريب في حدود المتاح والمقبول والمعقول انقلبت إلى طائفيات، فانقلب الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع سني شيعي بأيدي العرب. أنا ضد المؤامرة الخارجية وأمريكا ومش عارف إيه وإسرائيل وبتاع، المؤامرة نابعة من منطقتنا. من الذي حول الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع سني شيعي؟ هم بعض العرب سواء في الخليج أو في غير الخليج، ويحاولون جر مصر بشراسة إلى هذا المستنقع. النقطة الأخيرة، لابد من مناهضة الطائفيات المجتمعية. يعني حضرتك نحن في صحيح الإسلام لا نعادي كما تفضل الشيخ عبد الغني الشريعة اليهودية، لكن نعادي الحركة الاستعمارية. نعم. نحن نتعايش مع بني وطننا المسيحيين. فإذا هذه الأمور لابد حضرتك في النهاية، حتى لا أخذ وقت أخي الباحث العظيم الدكتور علي مبروك، لابد أننا في عملنا الجاد، يعني عفوا في الصراحة اللي أنا شايفه بكرهها لك ثرثرة، ما عدا دار الإفتاء المصرية أنا أدافع عنها. نعم. لأن لها تأثير دولي مبهر ولها نجاح في الداخل. المهم، هل هي ثرثرة لأنه هذه التوصيات بستعير التوصيات كتبت قبل أن ينفض المؤتمر. جريدة الأهرام المسائي يوم الأحد صباحا الساعة 9 صباحا قبل قراءة التوصيات في الظهر كانت نشرت التوصيات. نعم. هي زي مؤتمرات القمة العربية، التوصيات بتكتب قبل أن يعقد المؤتمر. نعم. المهم حضرتك لابد من حصر البواعث وإيجاد الحلول على أرض الواقع. أما شوفي في النهاية وثائق مؤتمرات كلها لن تجدي، لابد من ورش عمل جادة لخبراء أكفاء. إنما ثقافة الشلالية والوساطة والمحسوبية ورضا فلان وبراضي الدولة وعلشان أقعد في الكرسي وعشان أقعد في الوزارة وعلشان يرضى عني الرأي العام، هذا ضد الإخلاص الذي ربنا عليه الإسلام. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. يوم أن نرزق بفكر المجددين العظام، الشيخ عبد المتعال الصعيدي، الشيخ المراغي، الشيخ شلتوت، الشيخ عبد الحليم محمود، الشيخ جاد الحق لأنه عمل تقنين الشريعة الإسلامية، هنرزق بالقاف بخطاب ديني. يوم ما نبعثر هذه الأشياء سنرزق بالهمزة بخطاب معتل. نعم. إذا الإجراء الورش وإقامة الورش التفاعلية هي أهم الأركان. هذا النقاش يحيلنا إلى رؤية الدكتور علي مبروك لما اعتبره الخطاب الديني ومأزق تجديده. دكتور، أعود لمقالك بهذا العنوان 20 مايو 2014. حضرتك ناقشت هذه الفكرة تحت تعبير لفتني، وقلت حضرتك بأنه دلالة الثلاثي المفاهيمي التجديد والخطاب والدين تقول بأنه يجب أن نعيد النظر فيه، لأنه هي المسألة ليست فقط تجاور لفظي لهذه الكلمات، وتدخل في نقاش المفهوم من ناحية تجديد. وكأني أنا حسب ما فهمت من هذا المقال وكأن التجديد مع كلمة خطاب ودين هي أصلا فيها خطأ بنيوي لهذه الجملة. لماذا؟ ده صحيح. يعني اسمحي لي أولا أبدأ من يعني الإشارة إلى التوصيات اللي بدأنا بيها البرنامج، لأنه الغالب على هذه التوصيات السمة الإجرائية، أنه طوال الوقت نحن نتحدث في مشاكلنا على نحو إجرائي ونبتعد عن إثارة الأسئلة التأسيسية الكبرى من قبيل يعني هذا الثلاثي المفاهيمي مثلا. لا يوجد جهد نحو ضبط هذه المفاهيم الثلاثة ضبطا معرفيا يجعل يعني هذا المفهوم مفهوما منتجا، اللي هو مفهوم تجديد الخطاب الديني.
ربما أريد أن أشير أيضا إلى ما تفضل به الصديق العزيز الدكتور الأستاذ عبد الغني عندما تحدث عن أنه التجديد يعني يتعلق باستعادة إسلام النبي في مواجهة إسلام الجماعات الإسلامية الراهن أو جماعات الإسلام السياسي الراهن. أنا أيضا يعني لابد أن أنبه هنا إلى أنه إحنا أحيانا بنريح أنفسنا أكثر من اللازم ونتصور أن هناك حلولا جاهزة سنمد أيدينا ونأتي بهذه الحلول ونطبقها وسينتهي كل شيء وسيصبح كل شيء على ما يرام. في الحقيقة المسألة أعقد من ذلك بكثير، وإنه كما تفضلت حضرتك وكما كتبت في المقال اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه، نحن في حاجة فعلا إلى إثارة يعني سؤال تجديد الخطاب الديني. ماذا يعني؟ هل نحن في حاجة إلى تجديد الخطاب أم أننا في حاجة إلى خطاب جديد؟ نعم. لأنه الخطابات في الحقيقة لا تجدد، لأنه عمليات التجديد هي عمليات ترميم لبناء قائم بالفعل على يعني ربما كل ما يقصد بالتجديد في هذه المسألة إحداث بعض التغييرات التي لا تطال طبيعة البناء، التي لا تطال ثوابت البناء، رغم أنه نحن في حاجة إلى بناء يستحق منا أن نراجعه. لأنه مفهوم الخطاب، وأنا أخشى أنه مفهوم الخطاب مفهوم بيعاني من شكل من أشكال الفهم المبتذل إلى حد كبير. إزاي يعني دكتور؟ دعيني أقول أنه مفهوم الخطاب مفهوم منضبط وأصبح من المفاهيم المستخدمة في العلوم الإنسانية بكثافة. يعني العلوم الإنسانية المعاصرة تستخدم هذا المفهوم بكثافة، بل ليس فقط العلوم الإنسانية، لعلي أقول أيضا العلوم الطبيعية، لأننا نستطيع مثلا أتحدث عن خطاب فيزيائي مثلا. نعم. يمكن أن نتحدث عن ذلك. الخطاب، لأنه الخطاب ماذا يعني؟ الخطاب في المعنى الذي أفهمه يعني الفكرة الكلية التي تقف وراء مجموعة أقوال هي تحكم وتضبط هذه الأقوال الواردة تحتها وتوجه هذه الأقوال بشكل دائم. يعني لو خدت هذا وضربت مثالا لهذا الذي أقول، لهذه الفكرة على الخطاب الديني، لو خدت، لأنه الخطاب الديني عندما نتحدث عن الخطاب الديني لابد أن نميز داخل هذا الخطاب الديني بين مستويين: مستوى الخطاب الفقهي ومستوى الخطاب العقائدي. لأنه أنا عندي خطاب صحيح، الخطابان يتجاوبان ويتفاعلان تفاعلا داخليا، لكن في التحليل الأخير من أجل الدراسة المنهجية نستطيع أن نميز بين خطاب فقهي وخطاب عقائدي. لو جينا للخطاب الفقهي مثلا، الخطاب الفقهي السني، نحن نجد مفهوم الخطاب يعني أن هناك فكرة كلية ترد تحت هذه الفكرة جملة أقوال تنتمي إلى جملة مذاهب، لكن هذه المذاهب كلها تنضبط بهذه الفكرة الكلية المهيمنة عليها. نعم. التي توجهها وتحركها. طوال الوقت نحن نشتغل على الأقوال الجزئية ونترك الفكرة الكلية، مع أنه الفكرة الكلية اللي هي في نظري أنا هي معنى الخطاب، هذه الفكرة الكلية هي الأولى بالتفكير. هل تستطيع أصلا التطرق إلى تغيير الفكرة الكلية وهي ترتدي ثوب القدسية وهي فكرة مقدسة؟ ولما لا؟ لما لا؟ دعينا أضرب مثالا، فقط أضرب مثالا أستاذ عبد الغني وبعدين حضرتك ممكن تفضل. دعيني أضرب مثالا. لابد أولا أن ننطلق من فكرة أنه هذا الخطاب الذي نتحدث عنه صناعة بشرية، صناعة عملها بني آدمين. يعني سواء في وجهه الفقهي أو في وجهه العقيدي، نحن بإزاء بشر فكروا واجتهدوا وبنوا لنا هذا الخطاب. إذن فنحن لا نتحدث عن خطاب إلهي، نحن رغم أنه خطاب ديني إلا أنه خطاب ديني صنعه البشر. هل تردني إلى مقالك اللي هو عن داعش وفقه الدم وإسكات القرآن؟ بالضبط. ده كان ب 20 نوفمبر زي الأيام دي 2014. بالضبط. لأنه داعش في الحقيقة ماذا تفعل؟ داعش تعول كثيرا على الفقه الإخباري، وربما يكون يفيدنا أستاذنا الدكتور أحمد كريمة في هذه المسألة بأكثر مما تعول على القرآن.
نعم. داعش تقوم بعمليات توسيع دائمة لمفهوم الشريعة لكي تضفي القدسية على ما لا يمكن قد سنته. ولكن أليس المصدر هو مصدر نص مقدس؟ لكن الاجتهاد ألم يبنى على نص مقدس؟ هذا المصدر نحن ندخل معه في عمليات فهم وتفكير طول الوقت. كل من يبني حكما، كل من يبني فكرا، كل من يبني عقيدة، سواء الفقهاء الأربعة مثلا عندما بنوا مذاهب فقهية كبرى وعظيمة، كيف تحققت هذه المذاهب؟ تحققت من خلال هذه العملية التفاعلية، من خلال ترتيب للأصول، من خلال تفكير على الأصول وترتيب للعلاقات بين هذه الأصول. أظن أن كل هذا، وربما ده ما سأختم به، أظن إحنا مش محتاجين أن نعيد النظر في الأصول، لكننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في العلاقة التي استقرت مع الأصول. العلاقة التي استقرت مع الأصول هي التي نحتاج إلى إعادة النظر فيها. نحتاج إلى إعادة النظر في العلاقة مع القرآن، نحتاج إلى إعادة النظر في العلاقة مع ما يسمى بالسنة، نحتاج إلى إعادة النظر في علاقتنا وليس في هذه الأصول. نحتاج إلى إعادة النظر في الترتيب الذي جرى للعلاقة بين القرآن والسنة مثلا. السادة الضيوف أكثر، ولكن اسمحوا لي أيضا أن أتوجه إلى الشارع وفهمه لتجديد الخطاب الديني. الناس إزاي الخطاب الديني وتجديده وأسباب التطرف. حينما رأينا طلابا ينتمون إلى الأزهر الشريف يشعلون النيران دينية، وهؤلاء المفترض فيهم أنهم من سيقفون في موقفنا وهم من سيصدرون خطابا دينيا وسطيا. المشكلة كبيرة، والمشكلة لا تكمن في قرار من القرارات بقدر ما تحتاج إلى دراسة وتمحيص لكي نستطيع أن نضع أيدينا على أسباب التطرف وعوامل تغذية التطرف. القنوات الفضائية الجديدة دي اللي هي دينية، ما نعرفش مين اللي طالع ده، بيبقى معاه دبلوم ويطلع بيتكلم باسم الدين. مفيش أي رقابة على القنوات الدينية دي. السبب التطرف حضرتك بعد عن الدين أول حاجة، وتاني حاجة إن بعض المشايخ بيطلعوا في القنوات الفضائية بيهيجوا الناس، وطبعا الشباب طبعا ما عندهمش وعي الديني اللي هو المحترم اللي هو ممكن يستوعبه من أي شيخ. دور وزارة الأوقاف في إنها مش قادرة تسيطر سيطرة كاملة على المساجد وعلى الزوايا اللي زي ما بيقولوا كامن فيها، سواء السلفيين بالذات اللي هم بيحاولوا ان هم مرة يقول لك الشيعة والسنة ومرة يقول لك المسيحيين والمسلمين. فلازم وزارة الأوقاف، لأن ما فيش حد له سيطرة على انه يشيل الإمام ده اللي بيقف على المنبر ويقعد يغذي في التطرف غير وزارة الأوقاف. ترك الساحة الدعوية كلأ مباحا أمام كل من هب ودب على مدار عشرات السنوات التي مضت تحت رعاية الدولة المصرية، حين سمحت بأن يكون هناك أكثر من منظومة تصدر أكثر من خطاب. فهناك خطاب المؤسسة الرسمية المتمثل في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، هناك خطاب للجمعيات الشرعية، هناك خطاب أيضا لبعض التيارات والجمعيات الأهلية التي أخذت على عاتقها أن تعمل في مجال الدعوة بلا دراسة وبلا وعي وبلا أي نوع من أنواع التدريب للأسف الشديد. واللي مودي البلد في داهية هو التطرف والتعصب الديني. مفروض الأزهر يوعي الشباب بتاع مصر كله بالكامل على أساس يبقى فيه دين سمح، ما يبقاش فيه لا عنف ولا فيه إرهاب ولا فيه قنابل ولا كلام من ده. مش معنى أن البلد في حالة مزرية شوية، كل دول العالم كلها فيها إرهاب وفيها بلاوي متلتلة. اولا احنا عندنا مرارة الاسلام في العالم كله، هي الازهر موجودة في مصر، ده شرف لينا. المفروض ان احنا كلنا تحت راية الازهر. اللي حصل ان بعد الثورات اللي حصلت دي كلها دخلت علينا فئة بيخترعوا لنا حاجات جديدة، فيطلعوا على المنابر يقولوا كلام يحمس الناس للغلط. حصل عند الارهاب، ما كناش بنسمع الكلام ده قبل كده. فالمفروض ان احنا كلنا في حاجة اسمها خطاب ديني يتوحد
وده دور الازهر ان هو يوحد الخطاب الديني عشان الناس اللي يطلع على المنبر يبقى هيتكلم، مش يتكلم كلام في الصميم. اسباب التطرف للاسف الشديد البعد عن الدين وبعض المسؤولين الذين يجهلون ابجديه الاداره في تخصصاتهم. كانت هذه عينة من آراء الناس وتضمنت شهادة للدكتور إبراهيم رضا من الجامع الأزهر. أعود لحضرتك أستاذ عبد الغني فيما يتعلق ما طرحه الدكتور علي قبل استماعنا للتقرير في فكرة أنه النظر أو إعادة النظر في العلاقة التي استقرت مع الأصول، العلاقة مع القرآن وكما قال الدكتور علي وما يسمى بالسنة. هو يمكن أنا لازم نبقى نفرق بين أمرين مهمين جدا. الدين الإسلامي أو الدين السماوي وخصوصا الإسلام ليس فكرة زي مثلا الاشتراكية أو الشيوعية أو الرأسمالية، فكل وقت من الأوقات أنا من الممكن أن أنا أغير كل الأفكار بالتغير. لا، إحنا عندما نتحدث عن الدين الكتاب والسنة هذا ثابت. ما يتغير بالنسبة للأفهام هو الفهم يتغير بتغير الزمان وبالمكان. بل على العكس، حتى الأئمة الأوائل نفسهم أقروا هذا التغيير. أحيلك إلى ما قاله الإمام مالك، قال كل إنسان يؤخذ عنه ويرده إلا صاحب هذا القبر، في إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. حتى الأئمة نفسهم، حتى نحن كتب التراث عرفنا فيها أن بيبقى فيه المتن وبيبقى فيه الحاشية على شرح وفي شرح الحاشية صحيح. حتى على شرح المتن، يعني حتى العلماء نفسهم في التناول في قضية الأفهام هو ترك الباب على مصراعيه في قضية الأفهام. نحن لم ننتج إنتاجا علميا حقيقيا بأن أكثر من 200 سنة. نحن نعيش على علماء القرون اللي احنا طول الوقت عمالين نتكلم فيه. ليه يا أستاذ عبد الغني؟ ليه؟ هل هو خوف من المساس بالأصول أو هقول لحضرتك ليه؟ لأن في بعض الأحيان طرح الموضوع لابد للطرح ان هو يناسب الظرف والزمان والمكان اللي هو بيطرح فيه الموضوع نفسه. دي اشكاليه في غايه الاهميه. الاشكاليه الثانيه المهمه جدا ان احنا في 3 موضوعات يتعلقوا بموضوع الخطاب الديني، واحنا دايما نخلط بين ال3 امور. ما يتعلق فيه بقضيه الفهم الفكر، ما يتعلق بموضوع الفكر من التجديد ومن حتى التغيير وكل هذه الامور، وما يتعلق بمساله الآليات وما يتعلق بالآليات، وما يتعلق بالنسبة للموضوع الذي يتعلق بموضوع تجديد الخطاب من اللغة، أننا نستطيع أن نتواصل مع الناس بلغة حدثية تستطيع أن تتواصل مع الأجيال الحديثة بنفس لغتهم بنفس الأدوات الذين يستخدمونها، ولكن بدون إخلال بمضمون وحفاظ القرآن وحفاظ السنة وحفاظ حتى الأزهر على اللغة العربية التي هي لغة القرآن. دي الثلاث أمور، ما يتعلق بتجديد الفكر وما يتعلق بتجديد الآليات وما يتعلق بتجديد اللغة، لابد أن نتحدث في كل واحد من هذه الأمور على حدة. دايما احنا بنخلط ما بين ال3 على اعتبار ان ال3 موضوعين في سله واحده، ولكن ال3 امور مختلفين. يمكن احنا كل ما نتحدث فيه كل يوم يتعلق بموضوع الآليات، لا يتعلق يعني أنت ترفض فكرة أن يكون هناك، بديش أقول كلمة مشكلة لأنه الدكتور علي ما استخدمش تعبير مشكلة، أنه القضية هي في الأصول. أنت ترفض هذه الفكرة أن القضية في الأصول وهي مشكلة مفاعيل وآليات تطبيق. لا يعني لا 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 لا. القضية الحقيقية أن هناك أمور غيبت لمصلحة أمور أكثر منها تشددا وتطرفا. ده الحقيقة. حضرتك لما احنا نيجي نتكلم على الإنتاج الإسلامي، إنتاج الفكر هل الإسلامي، تم تغييبها من مذاهب متنافسة ولا سياسة؟ احنا بنتكلم سياسة دلوقتي. الاختلاف لا مش بالسياسة. دائما وأبدا قضية الاختلاف أتت بمناسبة ممارسة سياسية. قضية الاختلاف ما أتتش من الفهم من فهم الدين نفسه. يعني لما نتحدث عن مشكلة المذاهب الأربعة، لا اختلاف المذاهب الأربعة لأنه الفهم اختلف. لا، ما أنا بقول لحضرتك أهو، أنا قلت لحضرتك القضية بتاعت الدكتور أحمد فرقنا بين قضية الفهم، قضية الاختلاف في الفهم. ده أمر في كل عصر وفي كل لحظة كمان يتغير في موضوع الفهم، وفي أمور تطرأ جديدة. لكن في قضية الاختلاف أنا ما قلتش الخلاف، أنا قلت في قضية الاختلاف أتت دائما قضية الاختلاف. عندما نتحدث عن الإمام علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية، عندما نتحدث عن مسألة خلق القرآن، هذه الأمور أتت في الحقيقة بمناسبة اختلاف في الأفهام واختلاف في قضايا سياسية، موقف سياسي، فهذا يريد أن يدافع عنه بدعوى أنه من علماء السلطان، وهذا ضد علماء وليس له علاقة أساسا بمسألة فهم الدين. دي قضية لابد أن تتحط. مسألة المساس
بان احنا نيجي نتكلم على الموضوع بتاع التناول ان ناتي بتفسير جديد للقران، وماله ما تاتي بتفسير جديد، ان ناتي بشرح جديد للسنه النبويه، وماله ما تاتي بشرح جديد للسنه النبويه. في مساله التحقيق الائمه عندما وضعوا ايه المشكله فاذا؟ ما فيش لا انا بقول لحضرتك اهو، المشكله ان هذا الخطاب المعتدل رموزه وكتاباته وعلمائه منذ دخول العصر اللي احنا موجودين فيه، وخصوصا ما يتعلق بعصر التكنولوجيا وبعصر المعرفة، غيبت هذه البحوث وهذه الافكار لمصلحة الافكار الاخرى المتطرفة. وانا اشرت لحضرتك في بداية كلامي، قلت لك لما نيجي نتكلم على اي موضوع يتعلق بالشريعة الاسلامية وندخل على شبكة المعلومات الدولية، اكتر من 96% من المعلومات اللي موجودة على شبكة المعلومات الدولية توصل للداعش وجيش النصرة من المعلومات. عندما نتحدث عن العالم في الشهر الذي اكتر من 320 مليون في الشهر يدخل للسؤال عن معلومات تتعلق بالإسلام وتتعلق بالمسلمين، سواء من المسلمين فلا يجد إجابة لها، لا يجد إجابة إلا من هذا المحتوى المتشدد التي وهذا ما أشار إليه أستاذ أحمد قبل قليل، دكتور أحمد قبل قليل. فكرة المحتوى، يعني عندما نتحدث في القرن الثامن الهجري مثلا عن ابن عبدين لما يتحدث في الحرية في حكم اللقيط، لو أننا عصرنا على لقيط وادعى بنواته اثنين، واحد مسلم واحد قبطي، ينسب لمين؟ فابن عبدين يقول في حاشيته منذ 600 سنة أنه ينسب للقبطي، لأن المسلم سيكون لا يوجد تبني في الإسلام فيكون عبدا عنده، أما القبطي فيكون ابنه فيتقدم الحرية على العقيدة. نعم. تغيب مثل هذه الآراء لمصلحة آراء أخرى تدعو إلى التشدد، تدعو إلى نوصل بالموضوع لبعض الناس تتبنى أفكار إن ما ينفعش السلام على الناس. ده يعيدني إلى ما أسماه الدكتور علي السمة الإجرائية في التعامل مع القضايا الدينية. سأعود إلى هذه النقطة معك، لكن يعنيني أسمع كمان دكتور أحمد فيما يتعلق به هل المشكلة إذن في التعامل مع الأصول، خليني أقول، أم في فهمنا لها، أم في آلياتها، أم أنه حنجد مشكلة في كل فرع من هذه الأفرع المعرفية؟ طبعا حضرتك والمشاهدين والمتابعين يريدون الصراحة والشفافية والمكاشفة، متعودين منك على كده. على خير. المرض الذي يعصف بالثقافة الإسلامية في وقتنا الراهن الركون إلى التقليد، فحتى موجودة في بعض كتب الأزهر ما زالت مقولات ليس في الإبداع خير مما كان، الخير كل الخير في من سلف، والشر كل الشر في من خلف. هذا بيحفظها الطالب في المرحلة الثانوية، فيتخرج وهو محمل بفكر لا يقبل اجتهاد معاصر، يركن إلى التراث بقده وقديده. نعم. ومن هنا الله سبحانه وتعالى جعل العدالة للأمة وليس لحقبة زمنية معينة كما هو الفكر المتسلف. فماذا قال الله في القرآن؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هل فقط؟ لا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن العدالة في جميع الأجيال وفي جميع الأمصار والأعصار. نأتي إلى لب وألتقط الخيط أيضا من أخوي الكريمين. لابد في العمل الاجتهادي أن يفرق ما بين، على فكرة بالمناسبة الاجتهاد فعلا أنا مع فضيلة الشيخ هو بس يعني لو يتسع صدره، هو من 300 سنة باب الاجتهاد مغلق إلى الآن، وأي مساس في المذهب السني لا يوجد أي تجديد. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف الحديث إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها. هذا حديث واضح للنبي عليه الصلاة. كان في 100 الأولى سيدنا عمر بن عبد العزيز، ثم سيدنا الإمام الشافعي، ثم أبو الحسن الأشعري إلى آخره. هناك في إشكالية معرفية لعل أستاذنا الباحث المدقق الدكتور علي مبروك يوافقني فيها، أن لابد أن يفرق سيدتي ما بين الشريعة والفقه وما بين النص الشرعي المتمثل في الآيات المحكمة في القرآن الكريم والسنة المتواترة فقط. إنما سنة أخبار الأحد لا. النص التفسيري الاجتهادي يعني لابد أن نفرق. لكن الآن إيه حضرتك؟ الثقافة الإسلامية تركت الاحتكام إلى النص الشرعي أو ما نسميه الوحي المقدس. نعم. واتجهت إلى إيه بقى؟ اللي هو بقى الخطاب الداعشي المعاصر. أيوة. نقولات
تراثية بدءا من ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والمودودي وسيد قطب. هذا الخليط أنتج العنفين الفكري والمسلح. أشكرك على هذه الإشارة، ولكن هذا يعني أنه هذا الخطاب الذي استمدت منه داعش أفعالها الدموية، نعم، عادة إذن كما قلت حضرتك اتجهوا للخطاب، تركوا الاحتكام للنص الشرعي إلى نقولات تراثية. نواصل بحثنا في هذه النقطة على أن نعود بالحديث عن ما أنتج داعش في المجتمعات العربية الحديثة، وهل له ذلك علاقة ببناء مفهوم الدولة الحديثة كما تفضل الدكتور علي بنقاشاته بأحد المقالات. لنستمع إلى رأي الشيوخ في ذلك ولكن بعد فاصل. معروف أن التطرف بعدين اثنين، بعد سلوكي وبعد فكري. البعد السلوكي هو الذي يحدث فيه التخريب والهدم وما إلى ذلك، وهذا بعد يعالجه القانون وتعالجه الشرطة ويعالجه الجيش. هذا بعد آخر ليس دور لجامعة الأزهر فيه على الإطلاق. لكن الدور الطليعي أو الدور الرئيس الذي لابد أن تقوم به جامعة الأزهر في هذا الجانب هو الدور التطرف الفكري، لأن التطرف الفكري هو الذي يحارب بالفكر ولا يحارب بغير ذلك. فعلماء الأزهر بما يمتلكون من أدوات فكرية وعلمية وثقافية هم الذين يقومون بهذا الجانب تحديدا. فيمكن ربما حدث أنه فعلا من فترة ليست بالقصيرة قامت علماء الأزهر منذ السبعينات في العمل في القرن الماضي فعلا بضحك كثير جدا من الأفكار والدعاوى الباطلة التي نشرت في هذه الآونة وما زالت تنشر عن أمور تخرج قيم الإسلام عن وسطيته إلى قيم جامدة لا تتحرك، وكانت سببا في كثير من تطرف بعض شبابنا وخروجهم عن جد. أجدد الترحيب بحضراتكم. كانت تلك شهادة الدكتور أحمد زارع وكيل كلية الإعلام في جامعة الأزهر. أجدد الترحيب بضيوفي الأفاضل الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ عبد الغني هندي، والدكتور علي مبروك، ونقاشنا عن مفهوم تجديد الخطاب الديني، وهل يخرج من كونه مفاهيم وصياغات ومصطلحات تصاغ على الورق، ولكن كيف تخرج إلى حيز التنفيذ. وصلنا بنقاشنا دكتور علي إلى الحديث عن علاقة الخطاب الديني والحياة السياسية. إذا عدنا إلى مقالات حضرتك عن داعش وفقه الدم وإسكات القرآن، ولك أيضا كنت وقفة مع كيفية خروج داعش من رحم الأنظمة العربية والمجتمعات العربية والتي كانت تحت عنوان من أين جاءت داعش. هل بالفعل يعني اشرح لنا المقال طبعا، وكيف ربط ما بين الخطاب الديني والتحولات السياسية في المنطقة التي أنتجت داعش؟ شوفي، يعني خلينا نركز على يعني ممكن أن نأتي لداعش في النهاية، لكن خلينا دلوقتي نقف عند نقطة البداية اللي انت تفضلتي بإثارتها المتعلقة بالخطاب الديني والسياسة والمسألة السياسية. في الحقيقة في مستويين لازم نتكلم فيهم بخصوص هذا الموضوع. الخطاب الديني الموروث الكلاسيكي اللي احنا بنتوارثه للآن، وفي الحقيقة تفكيكه وتحليله يكشف عن حضور طاغي للسياسة في بنائه. لكن المشكلة أنه السياسة تخفت وتركت للثقافة أن تؤبد هذا الخطاب باعتباره دينا. أنا في أحيان كثيرة بيبدو لي أن المسلمون يتعبدون الله بالسياسة بينما هم يتصورون أنهم يتعبدونه بالدين، لأنه يعني نستطيع أن نكشف عن كثير من العقائد حتى في العقائد نفسها. يعني كلنا يعلم أن الخلافات الأولى بين المسلمين، الصراعات السياسية بين المسلمين، أين مارسوها في ساحة العقيدة بشكل أساسي. ولهذا السبب فالعقيدة مسكونة بكثير من التحيزات السياسية والمواقف السياسية. يكفي أن ننظر نظرة بسيطة جدا على أسماء الفرق: خوارج من فعل الخروج عن السلطان، شيعة من فعل الدعم والمساندة للسلطان، إرجاء الحكم، المرجئة من الإرجاء بمعنى تعليق الحكم وعدم الحكم لأن الأحكام أحيانا تمس السلطة السياسية القائمة فنريد أن نرجئ الحكم عليها. فعندنا
السياسة حاضرة بشكل كثيف في بنية الخطاب الديني التقليدي، وفي حاجة إلى أن نحرر هذا الخطاب. إذا قمنا بعملية تفكيك سنكتشف كيف اشتغلت السياسة تحت القشرة الدينية. نعم. القشرة الدينية ترقد فوق طبقة سياسية كثيفة. هذا ما أشرت إليه حضرتك بأنه الخطاب هذا صناعة بشرية. نعم، فدلالته بدخول بالتأكيد. عناصر السياسة بالتأكيد. وأحكامها فيه. بالتأكيد. يعني إذا الوقت يكفي أنا مستعد أمسك لك عقائد تبدو في غاية التجريد والتنظير حتى بالنسبة للصفات الإلهية، ونسعى إلى اكتشاف ما هو سياسي في هذه الصفات، في الصراع حول الصفات بين فرقتين كلاميتين المعتزلة والأشاعرة مثلا. كيف نفسر هذا الاختلاف بينهما حول موضوع يتعلق بالصفات الإلهية؟ لكن خلينا ننقل إلى المستوى الحديث المتعلق بالآن. في الحقيقة جرثومة اشتغال السياسة الحديث جاءت إلى العالم العربي من الهند في القرن التاسع عشر، وجاءت مع جمال الدين الأفغاني بالتحديد. جمال الدين الأفغاني يعني عقله هو نفسه يقول لقد تثقف عقلي في الهند. الهند كانت في هذا الوقت انهار حكم المسلمين في الهند، والإنجليز يعني استعمروا الهند واستولوا على السلطة في الهند. فبدأت تتبلور فكرة انه، وتذيع هذه الفكرة بين المسلمين الهنود، انه لا قيام للإسلام إلا بإقامة دولة الإسلام. هذه هي الفكرة المركزية في كل خطاب الإسلام السياسي. نعم. إنه الإسلام لن يقوم كدين إلا إذا قامت دولته، إلا إذا قامت حكومته. ستجد أن هذه الفكرة ظلت تتسرب من الأفغاني. في العجيب الحقيقة، وده مدهش، إنه محمد عبده لم يتشرب هذه الفكرة من الأفغاني على الإطلاق. نعم. وإنما تشربها من الأفغاني رشيد رضا، وظلت تتواصل عبر رشيد رضا. أخذها منه حسن البنا، واستقرت من يقرأ رسائل البنا يجد للبنا آراء تصل به إلى حد القول بأنه السياسة من الأصول عندنا، رغم أنه أهل السنة جميعا، وأستاذنا الدكتور أحمد موجود يصححني في ذلك، رغم أنه أهل السنة جميعا على أنه السياسة ومسائل السياسة من الفروع وليست من الأصول عندنا. لكن حسن البنا يكتب هذه الفكرة زي الشيعة بالضبط. ومن هنا أنا أتفق مع الملاحظة التي أشرت إليها بالاتفاق بين حركة الإخوان المسلمين في هذا الجانب وبين الشيعة من الناحية الفقهية، من هذه الناحية تحديدا المتعلقة. وأظن أنه ليس مجانيا على الإطلاق أن يكون مرشد هنا ومرشد هناك. نعم. في إيران. نعم. هناك المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وهناك المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. إذا أردت أن أخذ من كلامك دكتور علي، دكتور أحمد، أتوجه لك. مفاعيل هذه الخلفية التاريخية اليوم وفي دخول هذا المفهوم على الإسلام مع الأفغاني وما تلاه كما ذكر دكتور علي، كيف نعيشها اليوم وكيف يدفع المسلمون والدول الإسلامية نتيجة هذه الأفكار والمفاهيم؟ هو أولا حضرتك لابد من تصحيح مفاهيم هي قنابل موقوتة في الخطاب المنسوب إلى الدين ظلما وعدوانا. نعم. مثل الخلافة في الثقافة السنية، الإمامة في الثقافة الشيعية. نعم. دار الإسلام ودار الكفر، الدولة الدينية والدولة المدنية. قابلية التراث للتنقية، إيجاد خطاب إسلامي متوازن يحافظ على الأصالة دون انكفاء عليها مع المعاصرة دون ذوبان فيها. أيضا حتى لا أخذ ما تبقى من أخي الشيخ عبد الغني، هرجع له بعد البريك إن شاء الله. لا ما نعم. حافظ على زملائي. أنا أثمن دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وأناشده. إذا كنا في مصر أو في المنطقة أو العالم العربي أو الإسلامي، نعم، نريد خطابا دينيا صحيحا يعبر عن الإسلام، لأن في فروق في عجالة شديدة. أولا في فرق بين خطاب الإسلام وخطاب المسلمين والخطاب الديني.
خطاب الإسلام أشار له الشيخ اللي هو إيه؟ النص الشرعي المتمثل في القرآن الكريم وما صحت نسبته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده اسمه خطاب الإسلام. نعم. خطاب المسلمين فهم الأئمة لهذه النصوص باعتبار أو في حدود الزمان والمكان. مجموع خطاب الإسلام وخطاب المسلمين بينتج الخطاب الديني. إذا كنا نريد خطابا دينيا بعيدا عن الثقافة الوظيفية في مؤسسات تعمل بثقافة الوظيفة لا بثقافة الرسالة، أطالب بإنشاء هيئة قومية للوعي الإسلامي تابعة لرئاسة الجمهورية. هيئة قومية، نعم، للوعي الإسلامي تابعة لرئاسة الجمهورية مستقلة تضم في عضويتها الأكفاء والخبراء الذين لهم خبرة ودربة في تصحيح مفاهيم مغلوطة وتصويب أفكار خاطئة، وكيف يتعاملون مع تراث موروث، وكيف يتصدون للمستجدات والمستحدثات والنوازل والطوارئ والعوارض فيما يعرف في السياق الفقهي لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. طيب عندي فاصل، برجع لك أستاذ عبد الغني لسماع وجهة نظرك في هذه النقطة. فيما تبقى ضيوفي الأفاضل أمامنا من وقت هذه الحلقة ربما نركز فيه على كيفية تقديم بعض الحلول. الدكتور أحمد كان قبل الفاصل تحدث عن إنشاء هيئة قومية للوعي الإسلامي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة ليربطها بالإرادة السياسية بعيدا عن التجاذبات الفقهية وما إلى ذلك. هل قد تشكل هذه إحدى خطوات الحل، ولماذا لم يتم التطرق لها أو لأي أفكار مشابهة في المؤتمر أستاذ عبد الغني؟ هو حضرتك المؤتمر في حد ذاته في رسالة ان هو يبقى في مدينة الأقصر والعلماء يذهبوا إلى الآثار الفرعونية، في حد ذاته كان في رسالة عملية بالنسبة للمؤتمر في مسألة انعقاده في الأقصر. لكن انت حضرتك بتتكلمي عن الحلول وأنا برضو لابد أن احنا نراعي عامل الوقت. أولا بعد 30 يونيو مباشرة كان الناس كل المجتمع المصري والمجتمع يمكن في العالم العربي والإسلامي بيعول على مؤسسة زي مؤسسة الأزهر اللي هي تقوم دايما المريض بعد ما بيمرض وبيقوم العمليات بيبقى فيه فترة نقاهة، ان الازهر هو اللي يتولى المبادرة لمسألة فترة النقاهة. نعم. وكان اول حاجة لابد ان هي تتعمل بعد 3/7 على طول، ان كان لازم يبقى فيه نقد ذاتي للمؤسسة نفسها، لازم نعترف ان في اشكاليات موجودة داخل المؤسسة. نعم. في الاخر النهاردة مش ولا الدكتور احمد لوحده ولا عبد الغني لوحده ولا الدكتور لوحده ولا اي حد لوحده هيقدر ان هو يجابه الكلام اللي احنا بنتكلم عليه من التغيرات اللي بتحصل في العالم بشكل سريع. النهارده اللي هيقوم بالتحدي ده المؤسسه، مؤسسه، واحنا بنتكلم على مؤسسه تاريخيا ومنهجيا ومؤسسه لها اعتبار ولها تلامذه وفي كل العالم، فاحنا بنتكلم على مؤسسه مهمة جدا وأحد أعمدة الدولة الوطنية المصرية. نحن عندما نتحدث نشيل 100 سنة من التاريخ التعليم في مصر، فلم يكن هناك تعليما في مصر إلا تعليم الأزهر. لما نتكلم على حركة الترجمة فبتبدأ من الأزهر، على حركة التنوير في المجتمع المصري كان لها دور تنويري يجب أن تعود إلى هذه 1919 تخرج الثورة، الشيخ الآياتي والقس سرجيوس يخطب في الجامع الأزهر والشيخ الآياتي كان يخطب في الكنيسة. نحن نتحدث عن هذه الحالة الوطنية المصرية بشكل واضح كانت موجودة في هذا الجامع وفي الكنيسة الوطنية. يبقى كان من المفروض أن نقوم بعملية نقد ذاتي للمؤسسة، ولا بد أن يكون هناك إصلاح مؤسسي وإعادة هيكلة بشكل واضح. نحن عندما نتحدث عن امور جديده لابد ان نبدا بما هو قديم في تحسينه، ما نتكلمش في وقت ان احنا نعمل مؤسسه فوقيه تتكلم على مساله الوعي بس. احنا بنتكلم على مؤسسه عندها اكثر من 1,000,000 طالب في التعليم ما قبل الجامعي، عندها اكثر من 450,000 طالب في التعليم الجامعي، فاحنا لازم نتحدث على فكره مؤسسه هيكليه. الدعوه لابد ان تبدا من الجامعه، بل بالعكس من المفروض حتى ان تبدا من المدارس لو احنا بنتكلم على المساله بتاعه الدعوه. الامر الثاني كان لابد للازهر ان محدد منهجي لمنهجه. الازهر يقوم في الاساس على عده محددات منهجيه، منها التعدديه، الوسطيه، التصحيح. الازهر يقوم على فكره التصحيح. فما الذي كان يجب ان يقوم به بهذه النقطه تحديدا؟ كان لابد ان محدد منهجي، انا منهجي بيقوم على كذا، فالمناهج الاخرى يعني مثلا ان تعكس هذه المبادئ التي يقوم عليها الازهر الشريف. عشان اللي مخالفني هقول لحضرتك لا في مثال. انا لما لحد دلوقتي في مصر يبقى في مجموعه تقول على نفسها مفروض الدعوه تبقى الدعوه الاسلاميه، لما تقول على نفسها
وهي منهج سلفي معروف يقوم على الولاء والبراء، يقوم على فده محددات منهجيه. هو ما عملش هذا التحديد المنهجي. الموضوع بتاع المجلس الهيئه القوميه هو في موجود في ايام الارهاب في الثمانينات، كان في المجلس الاعلى للدعوه، والمجلس الاعلى للدعوه ده كان بيبقى يرأسه رئيس الوزراء. انا بطالب ده مجلس موجود بقرار بتفعيل المجلس الاعلى للدعوه مره ثانيه، ولا بد لاي بناء ان يبدا برضه مرة أخرى من مسألة إحداث تغيير جذري ومنهجي في إعادة الهيكلة بالنسبة لمؤسسة طيب دكتور علي، وسريعا لو سمحت، إذا كان اليوم في، خلينا نقول، في قصور أو في مشكلة أو في خوف، دعنا نقول أي تعبير، من المساس بالأصول وإعادة فتح هذا النقاش وظروف غير ملائمة، هل في حلول أسرع وإجراءات يجب اتخاذها لتدارك الامور؟ هو يعني اذا كنا بنتكلم، يعني اذا كان الكلام يعني مثار الان حوالين هيئه قوميه للوعي الاسلامي تحت رئاسه رعايه رئيس الجمهوريه مباشره، بينما في كلام عن الازهر باعتباره هو المؤسسه اللي لابد انها ترعى. انا بشوف انه تاريخيا مؤسسه الازهر استجابتها بطيئه للغايه، الاستجابه بطيئه جدا. الازهر خد 100 سنه علشان يتحول من التشيع إلى التسنن، 100 سنة. وعندما جاء محمد علي وواجه تحدي الحداثة، محمد علي أدرك استحالة إحداث أي تغيير في الأزهر، فلم يقترب منه على الإطلاق. نعم. وعندما عندنا تجربة ثالثة للدولة أيضا طلبت من الأزهر أن يجدد نفسه ويجدد خطاب الدين مع الخديوي إسماعيل في القرن 19. في القرن 19 الخديوي إسماعيل طلب طلبا صريحا من شيوخ الأزهر أن يجددوا خطاب وهذه المناشدة أيضا كررها الرئيس السيسي منذ مطلع العام 2015 وحتى الآن في أكثر من مناسبة. لهذا السبب أنا ربما أميل إلى مؤسسة بالفعل، هيئة بالفعل تكون تحت إدارة الدولة مباشرة وتحت إدارة رئيس الجمهورية مباشرة، على أن لا يكون فقط الكلام فيها متروك لإخواننا المعممين وحدهم. يعني لا بد أن يلتحق بهم غيرهم أو يلحقوا بهم غيرهم أيضا. باخد من حضرتك رسالة أخيرة أختم فيها دكتور أحمد أيضا سريعة الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نحن في موقف مصيري، إما أن نكون وإما ألا نكون. أنصاف الحلول لا، مسكنات التجميل الخادعة لا، لابد من عمل موضوعي وواقعي. أشكرك جزيل الشكر ضيوفي الكرام على حضوركم معي هذه الليلة، الدكتور علي مبروك الباحث وأستاذ الفلسفة الإسلامية، الأستاذ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. أشكر حضوركم معي هذه الليلة. الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، تصبحوا على ألف خير.